الناس اللي مشوا وكان في جدل كبير جدا طبعا عبد الله السعيد بعد ما راح وقع للزمالك وكلام ده. كان ليك بس خلينا نكمل سؤال. كان ليك تصريح شهير جدا ان عبد الله اجهز بالبكاء في هو مش تصريح، سرد الحقيقه حصل. هو واحنا قاعدين فوجئنا حد بيقول لنا ده عبد الله موجود في التمرين وبيتكلموا، والمستشار التركي بيقول له كده عبد الله في جية حسام. فخدوا حسام في صدره وهو قاعد يعيط. انا قلت اللي اتنقل لي، انا ما شفتش اللي اتنقل لحضرتك. طب ليه الاهلي خلى عبد الله يجدد او يمضي برغم علم النادي الاهلي بتوقيع عبد الله نادي الزمالك، وبعد كده خد الاهلي قرار ببيعه؟ لا، في النص حته مش مفهومه. ايه بقى؟ ان الاهلي ما كانش عنده المعلومات كامله ساعه لما جدد عبد الله، لما عرفنا انه راح الزمالك، لكن التفاصيل وان التفاصيل ده اتنقلت لاوضه اللبس وعملت حاله من التوتر، وان ما كانش من الاول الموضوع ماشي يعني يسأل انا بعمل ده اللي اتنقل لي. انا مش تمام، انا مش بقول كلام يا جماعه عشان يقول لك عادل القيعي بيقول تمام. انا بقول انا ما حضرتش اللحظه، وبعد كده انا ما حضرتش اللي حصل ما بين اللحظه من العصر بالليل اللي اتقال ان احنا نبيعه. مش هنقدر نكمل. لكن الاهلي لما خلى عبد الله يمضي ما كانش عايز يبيعه، كان النية انه يكمل. خلاص هو جاله عرض مغري، ويعني خلاص هيقعد وهيتعوض بشكل تاني وخلاص. لكن لما تداعيات الموقف ده في اوضه اللبس، وان هو تكتشف انه كان في بينه وبين اللعيبه حوارات وكلام وبتاع، واللعيبه هتبتدي يعمل لك نقله. ده اللي خلى، دي حاجه مهمه قوي، ده اللي خلى بقى النادي الاهلي بعد كده ان هو يقول لا خلاص انا هنبيع عبد الله. ما هو انت برضه عارف ليه يا باشمهندس؟ والنبي يا هشام انا لما بقول لك خدني بالدقه اللي بتكلم فيها. انا ما حضرتش الكلام، انا بقول لك التصور اللي اتنقل لي. التصور ما هي دي حاجه من الكواليس مهمه، ما دي حاجه لازم الجمهور يعرفها. مش هينفع لان دي تاثيرها على اوضه اللبس. ايوه، ما كناش عارفين ان في تفاصيل كتير ما نعرفهاش. واخد بالك؟ ايه هي مش من حقي اتكلم فيها. ولا من اللياقه دلوقتي. والكابتن عبد الله راح حته تانية وخلاص، واتنقل وربنا يشفيه، وفي ظرف يا رب يا رب ما ينفعش نقعد نتكلم. اللعيبه الكبيره طبعا مش خلاص مش من حقنا. هو راح اختار طريق تاني، انتهى. لكن اكتر واحد كنت تتمنى استمراره هو حسام عاشور. مش او انه يخرج بشكل، او لا، كنت اتمنى السيناريو اللي يقبل عرض الاهلي. لا، السيناريو اللي رسمه له النادي الاهلي كان انا اتمنى ان يقبل ويكتمل لمصلحته، لانه هو يستحق هذه النهايه. يستحق هذه النهايه. طب اللاعب الوحيد اللي ما اتكلمناش عنه من الراحلين هو احمد فتحي. هل بتشوف ان احمد فتحي خرج بشكل كويس من النادي الاهلي؟ احمد فتحي نموذج اللاعب الذي يتعامل مع الاحتراف. تمام. هو ما عندوش عاطفه مش معنى كده ما بيحبش الاهلي. لا، هو بيحب الاهلي جدا. بيحب الاهلي جدا. ويقدر فطرته في النادي الاهلي جدا. ولكن له حساباته اللي ما تقدرش تقول غلط ولا صح. لكن دي حساباته كلاعب محترف، وانا اتفاوضت معاه في انجلترا شفته بيفكر ازاي. مش هيعمل حاجه نتيجه العاطفه. مش هيعمل حاجه نتيجه العاطفه. ويجوز حساباته ساعتها ان انا فرصتي في اللعب والانتظام في بيراميدز اكتر من بقائي في الاهلي، لان هاني كان طالع وكان بيلعب بانتظام. حسابات من حقه. هو ما قاليش، لكن انا بقول لك يجوز الفلوس مع فرص اللعب، مع ان انا قدامي سنتين ما اناش عارف السنه الجايه، وانا عايز اقعد اكتر من سنتين. العقد النادي كان مقدم له سنتين وعايز 3. يعني حسابات كتيره عند لاعب محترف حتى النخاع. اداني احمد فتحي ادى للنادي الاهلي حقه تماما ولم يقصر. طبعا ما ينفعش نرغي بقى في المواضيع دي. الشكل اللي خرج بيه يعتبر شكل مقبول، لان هو حتى في كل الاحوال مقبول. مش مقبول انا بقى كنت اتمنى حاجه ثانيه. لكن مفهوم. لكن الاهلي برضو تعامل معاه بنفس الاحترافيه وخلاه يكمل للاخر، وكان موجود في صور تتويج ببطوله الدوري مع مش كان معروف انه ماشي وبيلعب لاخر يوم. هو ده الاحتراف. هو ده الاحتراف، لانه كان صريح. يعني انت اتعامل بصراحه. خلصت. اذا العلاقه ما بين احمد فتحي والنادي الاهلي كويسه. ما اقدرش اقول انها سيئه، لان يعني
اللعيب اختار انه يختار سكته. هو ينجوش حساباته ويقول لك وانا لو كنت بلعب كنت هستمر لحد النهارده ولا لا. انا ما اعرفش هو فكر ازاي. طيب لكن انا اثق انه فكر باحترافيه مطلقه ما فيهاش عاطفه.